الست دي بتتجوز كل يوم، ايوه كل يوم، ودرجه ان درجها مليان خواتم فرح اكتر من محل دهب. بس الغرابه مش في كده، دي مهنتها، اسمها شين، وشغلانتها زوجه بالعقد، يعني بتأجر نفسها مؤقتا عشان تمثل دور الزوجه لرجاله مش عايزين يتجوزوا بجد بس محتاجين زوجه شكليه قدام الناس. في واحد بيحتاجها عشان يقابل اهله، واحد تاني عشان يبلغ اصحابه في لمة خريجين انه اتجوز، وغيره عشان يفرح والدته المريضه اللي نفسها تشوفه متجوز قبل ما تموت. وشين جميله انيقه مؤدبه بتجسد صوره الزوجه المثاليه، لكن التعامل معاها مش سهل عشان لازم الاول تعدي مقابله فيديو معاها. في يوم واحد حجزها اليوم واحد بس عشان يوري لزمايله انه كسب الرهان، وشين ادت الدور ببراعه. كل الناس صدقوا انها مراته فعلا، وهو نفسه بدأ يصدق الكذبه. اسمها انتشر لدرجه ان ملكه من افريقيا سمع عنها وبقى من عملائها. كل الزباين بيدوها تقييم 5 نجوم، بس هي عندها قاعده واحده. الجواز اللي بيننا تمثيل، المشاعر لا. كانت مشغوله طول الاسبوع ما عدا يوم الاحد، يومها الوحيد ترتاح فيه. وفي يوم من الايام استنت زبون جديد، ملفه كان غريب، صوره بس ولا اي تفاصيل. لما شافته على الكاميرات كان جاي في الميعاد بالضبط. اتصلت بيه عشان تعمل المقابله، لكنه دخل عليها فجاه، انحنى لها احتراما وقال بهدوء انا مش محتاج مقابله. قسمته ايامها، الثلاث والخميس والسبت محجوزين، فادته الاثنين والاربع والجمعه. طلباته كانت بسيطه جدا، كل مره بناكل سوا وبس. استغربت، بس المبلغ اللي عرضه كان ضخم، وفعلا وافق. الراجل كان غني وسيم وبيطبخ زي شيف محترف، بس قليل الكلام جدا. 5 سنين عدوا ما تبدلوش اكتر من 50 كلمه. وفي اخر شهر ليها قبل التقاعد، بعد ما قررت تسيب الشغل وتبدا حياه جديده، القدر كان بيجهز اخر عقد زواج في حياتها، بس المره دي مش تمثيل.